النهاردة هنتكلم عن شخصية كلنا أو الأغلب مننا بيحبها، وهو شارلي شابلن العرب، الفنان محمود شكوكو. محمود شكوكو اسمه الحقيقي محمود إبراهيم إسماعيل موسى، واللي اتولد في أول مايو عام 1912 في إحدى حواري حي الجمالية الشعبي بالقاهرة. وشكوكو في بداية حياته شبع ضرب من والده، لأنه كان بيشتغل طول اليوم في ورشة أبوه للنجارة، لأن أبوه كان نجار، وبالليل كان بيسرح في الأفراح بقى والملاهي عشان يغني، وده ما كانش بيعجب أبوه فكان بيضربه دايما. وشكوكو في بداية حياته كان بيحب جدا يقلد الفنانين، وكان بيغني لمحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب، ولكن فشل كمطرب. ولأنه كان ذكي اتجه إلى فن المونولوج، ومن هنا ابتدت حكايته الفنية. ووالده كان نجار، مهنة ورثها أبا عن جد، وكان من الطبيعي إن يطلع نجار زيه. وكلمة شكوكو جزء من اسم محمود، وكان اسمه في شهادة الميلاد محمود شكوكو، وهو اسمه مركب لأنه لما اتولد جده اللي اختار الاسم وقتها، لأنه كان عنده ديك رومي كان لما يتعارك مع الديوك كان بيصيح كأنه بيقول شي شي كوكو، وعشان ابنه اللي هو والد محمود شكوكو ما يزعلش أبوه ويرضيه فسمى المولود محمود في شهادة الميلاد وشكوكو للشهرة ينادوا بيه يعني. وبعد كده تم إعادة قيد اسمه بشهادة الميلاد وسموه محمود شكوكو، وهو اسمه مركب. ومحمود شكوكو بعد ما بقى فنان مشهور بقى يتكسف يقول إن هو أمي، ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، وده اللي خلاه يفكر إن يعلم نفسه بنفسه. فكان لما يمشي في الشارع ويشوف يافطة على واجهة المتاجر كان بيخلي أي حد من الناس يقراها له، وكان بيركز قوي عشان تثبت في الذاكرة. ومش بس كده، ده بدأ يحفظ كمان شكل الكلمات، وكمان كان بيشتري مجلة اسمها البعكوكة. أيوة اسمها كده، كان اسمها البعكوكة، كانت مجلة مشهورة وقتها. كان بيطلب من أي شخص إن هو يقراها له ويحاول يقلد القراءة والكتابة، وتعلم من هنا القراءة والكتابة، وتعلم كمان وحفظ بعض الكلمات الإنجليزية والفرنسية. وبعد كده قابل الفنان علي الكسار اللي أعجب بيه جدا، واختاره علشان يقدم من مونولوجات بين فصول المسرحية، ولاحظ تفاعل الجمهور معاه وإعجابهم بيه فرفع أجره. ومن خلال فرقة علي الكسار اتعرف محمود شكوكو على عدد كبير من المؤلفين والملحنين، وابتسم له الحظ وربنا فتح عليه من وسع. وعشان شكوكو كان محظوظ وامه دعياله زي ما بيقولوا، كانت الإذاعة هتنقل حفل على الهواء في نادي الزمالك بمناسبة عيد شم النسيم، فاختاروا الإذاعي محمد فتحي عشان يشارك في الحفل. وبعد انتهاء شكوكو من فقرته هتف الجمهور عايزين شكوكو عايزين شكوكو، ومن هنا اشتهر شكوكو. وبرغم شهرة شكوكو فنيا إلا إنه لم يترك مهنته الأصلية ومهنة أجداده، وهي النجارة وصناعة الموبيليا، وانفصل عن والده وفتح لنفسه ورشة في منطقة الرويعي، واشتهرت منتجاته اللي كانت بتباع في أكبر المتاجر في القاهرة. وكان شكوكو بيساعد أبوه وإخواته لدرجة إن أبوه وفر جزء من الفلوس اللي كان بيديهاله واشترى عمارة وأطلق عليها اسم عمارة شكوكو. وفي عام 1946 كون محمود شكوكو فرقة استعراضية كانت باسمه، وكان فيها عبد العزيز محمود وتحية كاريوكا وسميحة توفيق، وكانت بتقدم عروضها على مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. وكان شكوكو بيحب فن العرائس، وخصوصا بعد انتشار تماثيله اللي كانت بتتباع في كل مكان، فقرر أن يحول نشاطه الفني الاستعراضي إلى فن العرائس، وقام بتصنيعها بنفسه بحكم شطارته بمهنة النجارة. فصنع محمود شكوكو العرائس الخشبية ولف بيها في كل بلاد أوروبا وأمريكا اللاتينية، واشتهر شكوكو بالطاقية والجلابية البلدي، واتعرف وقتها بشارلي شابلن العرب. وشكوكو أول فنان مصري يمتلك سيارة إنجليزية في أواخر الأربعينات، ودي كانت سيارة بقى ما بيركبهاش غير القادة والسفراء والأمراء، وده اللي أغضب أفراد الأسرة المالكة وخلاهم يضغطوا عليه ويجبروه إنه يبيعها، وكان في رأيهم إزاي فنان صعلوك يمتلك سيارة زي دي.
وربط البعض بين سيارة شكوكو وقصة الحب اللي كانت ما بينه وبين سيدة المجتمع عائشة هانم فهمي صاحبة القصر المعروف باسمها في الزمالك، واللي انتهت بالزواج بعد ما طلقها الفنان يوسف وهبي. وده اللي خلى يوسف وهبي يتغاظ من شكوكو، لأن يوسف وهبي كان شايف إن الزواج ده ما يليقش ببنات الأسر الأرستقراطية والأسر الكريمة والعائلات وقتها، شايف إنه إهانة للعائلات والأسر الكريمة. وده اللي خلى فيه حملة مسعورة ضده هو وعائشة هانم فهمي، خلت الحب ده ما يستمرش وانفصلوا عن بعض إجباري. ويوسف وهبي كان بيكره شكوكو جدا لزواجه من عائشة هانم فهمي زوجته السابقة، وعشان كده ما اشتغلوش مع بعض أفلام خالص. أما الزوجة التانية لشكوكو فكانت بنت صغيرة حبته واتجوزته رغم معارضة أهلها، لكن مرضت مرض خطير، ولكن شكوكو ما أثرش في علاجها ولف بيها على الدكاترة والأطباء في مصر وأولياء الله الصالحين، وصرف كتير في علاجها، ولكن ماتت. وقتها أهل البنت عرفوا إن هما كانوا غلطانين، وإن شكوكو راجل طيب ومحترم وابن بلد وما تخلاش عن مراته في مرضها، فوافقوا جوزوه أختها الأصغر منها. أما بقى عن موقفه مع الكاتب المصري عباس محمود العقاد، سأل صحفي الكاتب عباس محمود العقاد: مين منكم الأشهر، أنت ولا شكوكو؟ فكان رده: مين شكوكو ده؟ ولما وصلت القصة لشكوكو قال للصحفي: قول لصاحبك ينزل ميدان التحرير ويقف على رصيف وأنا على الرصيف التاني، ونشوف الناس هتتجمع عند مين أكتر. وهنا رد عباس محمود العقاد وقال: قول له شكوكو ينزل ميدان التحرير ويقف على رصيف ويخلي الرقاصة تقف على الرصيف التاني، وشوف الناس هتتجمع على مين أكتر. وكان قصد الكاتب المصري أن القيمة لا تقاس بالجماهيرية ولا بالشهرة، لأن في أحيان كتير بتجد كلما تعمق الإنسان في الإسفاف والابتذال والهبوط كلما ازداد جماهيرية وشهرة. ومرض محمود شكوكو ولم يتبقى سوى القليل من الأموال، حيث ساءت أوضاعه المالية نتيجة لصرفه على علاج زوجته وتركه للعمل لفترة مرضه، واستكمل علاجه على نفقة الدولة. وكان بيتصل بالصحف ويناشد أصدقائه والجمهور والفنانين عشان يزوروه في المستشفى ليخففوا آلامه، وكان بيقول في الجرايد والمجلات إنه غني وعنده فلوس كتير ومش محتاج مساعدة من حد، هو محتاج بس الناس تسأل عليه وتزوره. وتوفى شكوكو في 21 فبراير 1985. ومن هنا انتهت حكايتنا، ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوناش بلايك وشير ومتابعة للقناة، وشكرا على المتابعة.